بصوا، نتكلم جد شوية. أنا لما بصيت على الملف بتاع القضية لقيت إن الفيلا اللي اتبلغ عنها والفيلا اللي الراجل ساكن فيها، تمام، الفيلتين في نفس الشارع. أنا عارفة إن ده مش جديد، بس هقول لكم حاجة. الفيلتين طلعوا لنفس المالك، والمالك ده يبقى هو سيف الحجازي. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ أيوة، وبعدين يعني مش فاهم انت عايزة ايه. بص، أنا لما دورت على الاسم لقيت إن ده دكتور كان مشهور قوي، وكان بين الفيلتين دول جنب بعض، واحد عشان يعيش فيها هو وأهله، والتانية علشان يدرب فيها الدكاترة وهيفتح عيادة وكده. بس الغريب بقى إن سيف ده مات من 3 سنين، والفلل دي المفروض تبقى مقفولة ومحدش ورثهم أصلا، يعني فاضيين. مين اللي بلغ ده وقال إنها بتاعته تمليك وهي أصلا إيجار ومحدش ساكنها؟ انت قصدك تقولي إن سيف ده لسه عايش؟ اه، ليه لأ؟ طب كده مفيش غير ان حازم لازم يفتح القضية تاني، ومش بس كده، ده لازم يفتح الفيلتين كمان. تمام، حلو قوي. قبل بقى كل ده، سيف حجازي ده كان دكتور ايه بالظبط يعني؟ ده كان دكتور جراح. تمام، يبقى لازم ليه صور. فين صوره؟ للاسف بقى انا دورت وما لقيتش غير تاريخه وازاي طلع. كمان في معلومة، هو كان حريص ان هو ما يطلعش للسوشيال ميديا نهائي. طب لو جبتيلي اسم المستشفى اللي هو كان شغال فيها، انا ممكن اجيبلك صور ليه. انا معرفش اسم المستشفى للاسف. طب في تاريخه اكيد كان مكتوب اسم الجامعة اللي هو اتخرج منها، صح؟ يبقى حلو قوي. وسام، هتعرفي تجيبي الصور؟ اما بالنسبة للملف فانا هقعد مع حازم وهشوفه، وانت كفاية كده يا نور، بس انا هحتاجك تاني، فخليكي كده مركزة. تمام قوي كده، انا متفائل وان شاء الله خير. وحلو قوي على قد كده الاجتماع. بقالنا شوية حلوين. كده خلص الاجتماع يا جماعة، اللي عاوز يتفضل يتفضل. بعد اذنكم، بس انا بقترح حاجة يعني بس بره القضية. انا عاوزة نجيب كنبة والمكتب واسع عشان يعني لو في فار كده ولا كده نعرف نمسكه، وهو تلاقوا حاجة تقعدوا عليها. نعم، احنا هنستظرف ولا ايه؟ ايه ده؟ لا استظراف ولا حاجة. على فكرة المكتب واسع ولازم يكون فيه كذا حاجة نزودها في قلبي. بصوا، احنا محتاجين ترابيزة كبيرة تلمنا غير المكاتب دي عشان الاجتماعات، يعني تغيير شوية. ومالها يعني المكاتب دي؟ فيها ايه؟ انت مش شايف قصيرة شوية؟ شويتين، على اساس انك طويلة يعني. ايه يا نور؟ على فكرة انا لو مش طويلة ما كانوش خدوني في كلية الشرطة. ماشي، تمام ماشي. في حاجة تانية عايزاها ولا كده حلو قوي؟ اه، عايزين سبورة او ستاند عشان نعرف بس نربط عليه الخيوط. اهو ده اهم اقتراح. تمام ماشي. في حاجة تاني عايزينها؟ لا مفيش. بس انا لازم اشوف الحاجة اللي هتيجي عشان بنقي. ماشي تمام، تبقي تيجي معايا. مالك مقلقة كده ليه؟ مش هخطفك على فكرة، انت ظابط. نور، ممكن نتكلم مع بعضينا شوية؟ طبعا. بخصوص ايه؟ بالخصوص اللي حصل الصبح. انا اسفة يا نور. وانا متقبلة، بس مش انا اللي المفروض تعتذري منه. على فكرة المفروض تعتذري من علي. مم، هو مين علي ده؟ وانت مالك؟ سوري، اقصد حضرتك مالك؟ لا ماليش، كنت بحسب بحاجة ليها علاقة بالقضية يعني. لا للأسف دي حاجة شخصية. حاضر يا نور، هعتذر له وهبرر له كمان اللي انا عملته الصبح، بس لازم الاول اتاكد من كام حاجه كده. تمام ماشي تمام. انا اصلا نسيت اللي حصل الصبح. النهارده اخر يوم في السنه وفي حفله ولازم نبقى كويسين، يعني لازم ما نتخانقش. ايه ده؟ بجد؟ انت هنا بتعمل ايه؟ انا قلت انت سافرت تاني ومش هتيجي. بجد مفاجأة حلوة. لا طبعا، اسافر ايه؟ ده انا ما صدقت ان انا هقضي راس السنة معاكوا يا بنتي. بعد اذنكم، اللي هو مش هضايقكوا يعني ومقطعش اللحظة السعيدة دي، بس المكتب هنا مش للمواعيد الغرامية وكده. مهم. هو مين الأستاذ؟ ده أدهم، وهو ماسك الفريق اللي أنا فيه أنا ووسام. هو أنت بقى أدهم؟ هو أنت تعرفني؟ يعني إلى حد ما، بس أبشرك بشرة حلوة، هتشوفني كتير أول الفترة اللي جاية دي. والسبب يعني هتعرف قريب. طب يلا بينا بقى عشان نحضر اللي بالليل، احنا اتأخرنا. اقول لكم ايه، هو الشبح اللي جه خد البنتين دول ومشي يبقى مين؟ ده بجد اللي قابلناه في المطار، انا افتكرته حد كده. انا ما حبيتوش بصراحه، بيقولوا ان هشوفه كتير الفتره الجايه.
عاوزه اقولك ان انا كمان ما حبيتهوش. ليه يا جماعه؟ ما شكله ظريف اهو، بس دم خفيف كده. ايه في ايه مالكم؟ انا كنت بقول رايي بس، إيه مش اكتر. رايك خلوهولك. كل سنه وانتم طيبين يا شباب. يلا انا ماشي. قضوا راس السنه فين؟ ولا في البيت؟ انا في البيت يعني، بس بعيد عن امي عشان كل ما تشوفني حالفه لا تنكد عليا. انا بصراحه حاسس ان انا كده يعني مبسوط وفريش شويتين، ومش طالبه معايا كانت بقى. مبسوط عشان كنت مع وسام، مش كده؟ ايه يا عم مالك في ايه؟ لا وسام ولا غيرها، ده عشان بس القضيه، فرحان عشان القضيه. اه طبعا 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 عارفين. طب يلا، يلا نمشي، سلام. يا عم بس قولي، هو انت متأكد ان الموضوع ده تمام ومش هننكشف في حاجة؟ امم يعني بجد متأكد؟ طب تمام حلو قوي، بس انا عندي مشكلة. عم حازم مش عايز يمسك شركة ابوه، لو ما مسكهاش مش هنقدر نحط حاجة في الشركة نهائي. طب ما انا عارفة ان لو ابوه مسك الشركة احنا في خطر. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ مش هينفع اقدم الاستقالة بداله. حاولت اعمل كده. ايه؟ ازورها؟ ازاي يعني ازورها؟ هو انت ناسي هو شغال ايه؟ طيب ما يبقى ماشي خلاص، سلام. كل سنة وانتوا طيبين، يا رب دايما بخير. وانت طيب يا حازم. كل سنة وانت طيب يا زومي، يا رب دايما بخير. كل سنة وانت طيب يا ابني حبيبي. اخبارك ايه يا حازم؟ الحمد لله يا والدي، كل حاجة تمام. وانت مبسوط كده ليه بقى؟ ها في واحدة؟ ها في حاجة؟ لا يا لمضة مفيش حاجة، بس كان اليوم حلو ومفهوش مشاكل يعني، عشان كده مبسوطة. سيب اخوك في حاله يا ندى. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا مش هكون في البيت النهارده عشان اتفقت انا واصحابي ان احنا هنتقابل نقضي راس السنه مع بعضينا. تمام. يلا انا لازم اروح اجهز. بس النهارده راس السنه، ويعني كنا عايزين نقضيها مع بعض شويه يعني يا ماما. طب ما احنا طول السنه مع بعض، اخدنا ايه غير الخناق والقرف؟ يلا شوفوا انتوا هتعملوا ايه، عشان انا رايحه اجهز نفسي عشان ما اتاخرش على اصحابي. تمام. يلا اتصرفوا انتوا بقى. مم. مش عارفه، فعلا ما بقتش عارفه هي مين. لكوا ايه؟ ولا تزعلوا نفسكم، يلا جهزوا عشان نخرج احنا كمان. اشمعنى هي؟ تفتكروا بس يا شباب هيكون ايه ردة فعلها؟ اكيد هتبقى مبسوطه يا بنتي. انتي عارفه اخر مره اتجمعنا في راس السنه كانت امتى؟ كانت اخر سنه في الكليه. يا عبد الصمد، زمان قوي قوي قوي. ايه ده بس؟ متأكد؟ اخر سنة في الكلية؟ يا رب بس تنبسط وتبقى حاجة حلوة كده. واحنا مجمعين كل حاجة؟ اكيد. اكيد مفيش حاجة ناقصة صح؟ اه كله تمام ومفيش اي حاجة ناقصة، متقلقيش. ناقص غير الحفلة. وبس. طب خلاص يا لمدة، ادينا هو وصلنا. هركن بس.